يلا بينا. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده هنعمل حاجه بسيطه خالص. ناس كتير جدا كانت بتسالني عليها، وهي فيلر النضاره. مهم قوي نبقى عارفين فكره يعني ايه فيلر النضاره. ناس كتير قوي بتبقى مشكلتها في حقن الفيلر هي الفوبيا الرهيبه والخوف الرهيب اللي هم بيبقوا خايفينه من كلمه حقن فيلر. الحقيقه هو ابسط مما تتخيل. والفيلر بتاع النضاره ده بنحقنه بطريقه معينه اناتوميكلي او تشريحيا. احنا بنبقى عارفين اماكن معينه بيبقى فيها زي حاجه اسمها ريتيننج ليجامنتس او انسجه بشكل معين بتبقى بتوصل ما بين العظم للجلد. لما بيتحقن فيها الفيلر في هذه الاماكن بتدي نضاره وبتدي ليفتنج وما بتعملش فوليوم خالص وما بتغيرش الشكل ولا الملامح بتاعه الشخص. يعني اهم حاجه عندي مع فكره حقن الفيلر او الهدف بتاعنا الاساسي هو انه ما يغيرش الشكل. يعني ناس كتير قوي وكلنا بنخرج وبنروح النادي وبنروح في اماكن عامه وبنلاقي الناس عامله اشكال معينه كده، تشيكس كبيره، لبس كبيره، الكلام ده كله. لا، this is مش الهدف بتاعي يوجولي في الحقن. انا دايما بحاول اني اشتغل اني الفيلر بتاعي يكون ناتشرال تماما، ومحدش يبان عليه ان هو حقن الفيلر ده. حتى اللي يبقى شايف ما يبقاش واخد باله او عارف بالظبط ايه اللي حصل. ممكن مثلا يقول للبيشنت انت مرتاحه، انت نايمه كويس، انت واكله كويس، انت شكل وشك رايق، انت محلويه، لكن محدش هيقدر يقول ان انت مثلا نفخه او عامله فيلر او وات ايفر. اوكي، فتاني هاكد على البوينت دي. الفيلر بتاع النضاره ده ما هواش السكين بوسترز. السكين بوسترز دي حاجه تانية، عشان في بعض الناس برضو اختلط عليها الامر وكانت بتفتكر انه فيلر النضاره هي دي السكين بوسترز او محفزات الجلد. لا، ده الفيلر العادي. بنختار النوع بتاعه على حسب كل بيشنت. في بعض الانواع اللي احنا بعض الحالات بنفضل يبقى فيها انواع لايت شويه، وفي بعض الحالات بنفضل ان احنا نختار انواع تقيله شويه. ده بيكون على حسب الحاله، على حسب اختيار الدكتور. وده زي انوفيشن او زي خلاصه التجارب او الحقن الحالات الكتير اللي احنا عملناها هنا في وان كلينيك. ونتيجه انه احنا عدد كبير جدا من الدكاتره وبنقعد مع بعض في اوقات كتير جدا في الميتنجز بتاعتنا، وكل واحد بيقول الحالات بتاعته حصل فيها ايه قبل وبعد الحقن، واستخدم الحقن ازاي، وانهي بوينتس اللي حقن فيها بالظبط، لغايه ما وصلنا لطريقه خاصه بينا احنا هنا في ان احنا ازاي نعمل الفيلر in a very natural way بدون ما نغير ملامح اي بنت تماما. وده اللي احنا اطلقنا عليه كلمه فيلر النضاره. This is our innovation. وهنبتدي النهارده لان هي حاجه very simple وبسيطه هنعملها دلوقتي مع بعض ونشوفها مع البيشنت بتاعتنا. اوكي.
طيب احنا كده هنبتدي نعقم الوش على خفيف خالص بالكحول خفيف خالص. اوكي نبتدي كده ايه نشتغل بقى على طول الايه الحقن بتاعنا. هنشتغل الناحيه دي الاول ونبص عليها ونشوف الفرق ما بينها وما بين الناحيه التانيه. اوكي تمام. عادة الفيلر بيكون خفيف ومش مؤلم ابدا وبيبقى بسيط جدا، والبيشنت بتبقى بالنسبة لها عملية ما هيش حاجة فظيعة، تبقى حاجة بسيطة جدا جدا جدا. تمام. بنحب الاول نبتدي بالفيس كونتورينج، والشده دي بتفرق جدا during الانجكشن. احيانا احنا بنبقى ناسيينها، لكن الفيلر بعد كده باي تايم بيبتدي ان هو يرفع الجلد في البوينتس اللي احنا بنحقن فيها بالطريقه دي. هتلاقوا ان هي بوينتس بسيطه خالص مفيهاش اي حاجه، وهتعمل لي شويه ليفتنج اكتر منه فوليوم. يعني انا ما بيبقاش هدفي اني اعمل ابدا فوليوم في الوش خالص، انا ببقى عايزه زي اكرييت لايتس اند شيدز، يعني انور حتت واعمل ظل في حتت تانية، زي بالظبط الكونتورنج اللي احنا بنعمله اوقات كتير بالميك اب. بنبقى عايزين نعمل لايتس اند شيدز في اماكن معينه. نعمل المكان ده. هقول لك يا رحاب تاخدي نفس بنفس. تمام شاطره. تمام خلاص خلصنا. ودايما بنيجي عند الانجلز بتاعه الوش اللي موجوده هنا، المانديبلر انجل ده، وبنحب نعمل فيه سنه ايه شد كده في السكن، ليفتنج خفيف. البوينت دي بتبقى برضو مهمه جدا. تمام كده خلصنا الناحية دي. هنحط بس سنة انتي بايوتيك خفيفة. عايزاكم تبصوا معايا بقى كويس قوي على الفرق ما بين الايه الناحيه اللي احنا حقناها والناحيه التانية. تحسوا ان الناحيه اللي اتحقنت ما فيهاش خدود ضخمه، الوش تخن، لا خالص، بالعكس
في حته هنا بقت حلوه جدا منحوته كده وداخله لجوه، فمديه شكل لذيذ قوي. دي اللي احنا بنشوفها في كل السليبرتيز والممثلين، بيبقوا دايما عاملين الحته دي بالكونتور. في نفس الوقت الانجل دي اتفتحت شويه، في نفس الوقت الخد ده تحسي ان هو اترفع لفوق وبقى ليفتد لفوق بالطريقه دي، والجو لاين اتحدد نوعا ما. ولو بصينا على الفيس الناحيه دي هنلاقي ان هو دروبت كده، يبقى زي ساد فيس، زي الوش يبقى واقع كده لتحت، مش مرفوع وكونتورد وشكله هيلثي ونضر. طبعا وقت الحقن بيكون فيه احمرار وممكن يكون فيه تورم، حاجه خفيفه، بيبقى الشكل احلى بكتير جدا جدا. تاني يوم الصبح بيبقى شكله احلى بكتير. فتعالوا بقى بعد ما شفنا كده الفرق ما بين الناحيه اللي احنا عملناها، الناحيه دي والناحيه دي، والفرق بين نص الوش ده ونص الناحيه التانيه اللي بتحسي ان هو واقع وسات فيس شويه. نعمل بقى الناحيه التانيه ونشوف النتيجه في الاخر از هول، ونتاكد انه هي ملامحها لم تتغير نهائيا. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل الناحيه الثانيه. نفس الكلام، مش هيبقى فيه اي فرق، مش هيبقى فيه اي اختلاف خالص. نبتدي كده كده خلصنا لاينة الأولانية. هعمل بعد كده نكمل برضو نفس الحكاية. فكرة الشد اللي احنا بنشده ده بيبقى مهم جدا بالنسبة لي وانا بحقن، انه بعد فترة الجلد، يعني اول ما بحقن على طول الجلد بينزل تحت شوية، بس بعد كده الماتيريال بتاعت الفيلر بتاخده نفس الاتجاه اللي احنا كنا شادينه فيه. نبتدي ناخد البوينت التانية. تمام، نبتدي ناخد البوينت التالتة كده، حتة بسيطة هي. اوكي، وبعدين الانجل بتاعتنا هنا هقول لك تاخدي نفس. يلا نفس. هايل، برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليكي. تمام، هايل جدا. نعمل الناحية ده. هي بتاعت الانجل بتاعت الجو لاين، بتديني ما يشبه التاكسس ايفكت، وبتكمل لي فكره الليفتنج بتاعت الوش، بتديني
definition، يعني بتديني زي انه بتحدد الجزء بتاع الوش ده بشكل مظبوط. تمام تمام. احط بس شويه انتي بايوتيك. طيب زي ما انتم شايفين كده فكرة الفيس ريجوفينيشن او الفيس ليفتنج او كونتورينج بتحصل بنسبة مثلا نقول 60 to 70% immediately قدامنا. بيحصل حتة نحتة الوش عمره ما بيبان تخين، عمره ما بيبان اوفر فيلد، عمره ما بيبان مليان، عمره ما بيبان انه ايه ده انت نفختي انت عملتي. بالعكس بيبقى شكلها ناتشرال جدا، طبيعي جدا. وزي ما احنا شفنا دلوقتي الملامح بتاعت رحاب ما اتغيرتش خالص، ما بقاش شكلها فيك. كل الفكره انه اللي هيشوفها هيقول لها والله انت ايه، ممكن يكون وشك رادد شويه، وشك احسن، وشك فيه نضاره، وشك فيه جلو. كمان الماتيريال بتاعت الهاليورونيك اسيد، الهاليورونيك اسيد موليكيولز من اكتر الحاجات المفيده جدا للجلد بتاعنا، لان هي من موليكيولز اللي بتعمل تجميع للميه، فبتعمل هايدريشن قوي جدا وترطيب عالي جدا في الجلد، وهو ده اللي بيديني النضاره القويه جدا 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 بعد حقن الفيلر. في نفس الوقت دي من الحاجات الاساسيه او المواد الاساسيه لتكوين نيو كولاجين جديد. الحاجه الحلوه قوي قوي اللي انا بحب قوي افضل ان انا اعملها او اكومباينت مع فيلر النضاره هو اني احضر الجلد قبلها. لو حضرت الجلد قبلها بشكل كويس هيديني ماجنيفايد ايفكت، بمعنى انه انا لو عملت مثلا حاجه زي التريو بروتوكول which is our innovation هنا برضو في وان كلينيك، واحده من اكتر الجلسات او البروتوكولز اللي بتطلب عندنا هنا في الكلينيك، ودي برضو our innovation قدرنا نتوصل ليها بعد ميتينجز وسيشنز كتير جدا من brainstorming مع different doctors. والاجهزه اللي دخلناها في بروتوكول التريو بيبقى لها ايفكت رائع جدا في نضاره الجلد، من اول التنظيف العميق للبشره وستيميليشن للسكين بالليزرز والراديو فريكونسي، استخدام الراديو فريكونسي، كل الكلام ده. التريو بروتوكول ده عندنا باي ذا واي عليه 50% ديسكاونت ستارتنج من الشهر الجاي باذن الله، من اول يوم في الشهر الجاي هيكون عليه 50%. ومن الحاجات اللي انا بريكومند جدا انها تتعمل with الفيلرز، يوجوالي بنطلب ان هي تتعمل الاول and then we do our filler especially filler النضاره، لانه بحس ان هو مور سوتبل للناس الصغيره في السن، مش اللي سنها كبير، اللي عايزه تحافظ على جلدها، اللي عايزه تحافظ على ان هي ما يحصلهاش ايجنج بدري. زي ما احنا شفنا هو ما فيهوش اي تغيير للشكل. اغلب الناس اول ما بتسمع كلمه حقن الفيلر بيبقى عندها فوبيا وعندها خوف رهيب جدا من ان ده هيغير ملامحي وهيغير شكلي، من كتر ما هم بيشوفوا قدامهم امثله سيئه جدا في موضوع الفيلر، لانه بتتحقن بكميات كبيره زياده عن اللزوم وفي اماكن محدده. لا، احنا فكره فيلر النضاره، وبرده دي زي ما بقول هي الانوفيشن بتاعتنا،
ان احنا قدرنا نوصل لتوزيع معين من الفيلر في اماكن معينه معروفه اناتوميكالي تشريحيا، لما بيتحقن فيها الفيلر بيبقى عنده tendency for lifting and rejuvenation more than ان هو يكون volumizing للفيس. ف يوجوالي بنحب ان احنا نكومباين الفيلر مع الاجهزه والماشينز اللي بتعمل لي ريجوفينيشن زي التريو بروتوكول او بروتوكولز اللي بتعمل لي ريجوفينيشن. احنا هنا خلصنا خلاص السيشن بتاعتنا مع حاب. فيري سمبل فيري ايزي، ما خدناش وقت خالص، هي كويسه جدا. وشها الناحيه دي هدي تماما وبقى خلاص زي الفل. بصينا على الوش از هول لما عملنا الناحيتين، الليفتنج بقى موجود هنا في الناحيه دي والليفتنج بقى موجود في الناحيه الثانيه، وشها بقى شكله لطيف جدا. بكره هيكون مور ريجوفينيتد بعد ما يروح الالوان اللون الاحمر مطرح الانجكشن. liability for bruises اقل بكتير من اي حاجه ثانيه، يعني الاماكن اللي بنختارها في الحقن بتبقى سيف جدا وامنه تماما عشان ما يحصلش فيها اي مشكله. فكده احنا بنبقى خلصنا السيشن بتاعتنا، ونقول للبيشنت بتاعتنا بقى يعني خلاص احنا كده تمام. تشربي ميه كويس قوي 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 خلال الفتره اللي جايه. برضو بنحط تلج، من الحاجات اللي انا بحب قوي استخدمها مع البيشنت ان هم اول 24 ساعه يحطوا تلج في يمشوا تلج على الوش. حلو جدا، بيبقى مفيد. ممكن تمشي مكعب تلج على وشها، بيحسن كمان البورز اللي موجوده على السكن، ويقلل اي لايبيليتي ان يحصل بروزز او كدمات او اي حاجه من الحاجات دي. ويعني اشوفكم ان شاء الله في لايف جديد. ابعتوا لي على البيج بتاعتي كل الحاجات اللي انتوا عايزين تسالوا عليها. لو عندكم حاجه معينه عايزين نعمل عليها لايف فيديو ممكن تبعتوا لي ونعمل عليها لايف فيديو. ولو عندكم اي اسئله كمان بخصوص الاوفر الجديد اللي هيبتدي من اول الشهر اللي هو التريو اللي هيبقى نازل عليه 50%، برضه ابعتوا لي واسالوني، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله في لايف جديد. باي باي. العفو على ايه؟ العفو على ايه؟ وريني، خليني ابص على كده.